راجل اشترى نخلة، فربنا كافئه ببساتين نخل كتير في الجنة. كان في يتيم في المدينة بيبني سور حوالين بيته، وكان في نخلة موقفة البنى، فطلب من جاره إنه يبيع له النخلة دي عشان يكمل بنى، فرفض. فراح لرسول الله هو والجار وقال له المشكلة. الرسول عرض على الجار إنه يبيع له النخلة دي، رفض. عرض عليه تاني وقال له بيع النخلة وهيبقى لك نخلة في الجنة يمشي الراكب في ظلها 100 عام. فذهل أصحاب الرسول، وواحد منهم اتدخل وكان اسمه أبي الدحداح، وقال له يا رسول الله، أنا لو اشتريت النخلة دي وتركتها للشاب هل هيكون لي نخلة في الجنة؟ فأجاب الرسول نعم. وأبو الدحداح كان عنده بستان فيه 600 نخلة من أجود أنواع التمر، فعرض أبو الدحداح على الراجل إنه يشتري النخلة مقابل بستانه وقصره. الراجل تعجب ووافق، والرسول والصحابة أشهدوا على البيع. وبعد ما أتم البيع راح لرسول الله وقال له أنا ليا نخلة في الجنة يا رسول الله؟ فأجاب الرسول لا. فبهت أبو الدحداح من الإجابة، فاستكمل الرسول قائلا فيما معناه إن الله عرض نخلة مقابل نخلة، وانت زايدت عن كرم الله، ورد الله على كرمك وهو الكريم بأن جعل لك بساتين من نخيل أعجز عن عدها من كثرته. ولما رجع لمراته قال لها أنا بعت البستان والقصر، فاتصدمت لأنها تعرف إن جوزها تاجر شاطر، وسألته عن الثمن قال لها أنا بعتهم مقابل نخلة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. قالت له يا فرحانة ربح البيع يا أبا الدحداح.